السلام عليكم ورحمة الله. معنا النهاردة فيديو جديد من تسريبات 7/8/2024 من مسابقة معلم المساعد مادة. ولكن قبل ما نبدأ أتمنى أنتم تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من زمايلكم، واعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة أول بأول. لكن قبل ما نبدأ أتمنى أنتم تدعوا لزمايلي اللي ساعدوني في حل بعض الأسئلة، ربنا يوفقهم ويكتب لهم التعيين يا رب. نبدأ بقى على طول في الأسئلة. معانا في التربية أول حاجة، ودول اتكرروا في الأيام اللي فاتت. صاحب قانون الأثر هو سورندايك، مؤسس النظرية السلوكية هو واتسون، المسؤول عن القيم والأخلاق هو الأنا الأعلى، المسؤول عن الشهوات والغرائز اللي هو نظرية ترى عقل الطالب صفحة بيضاء هي النظرية السلوكية. صعوبات التعلم تبدأ من عمر 4 سنوات. مقاييس التشتت هي المدى والتباين والانحراف المعياري. السؤال اللي بعديه بيقول لي لو طالب شقي وانا ما بصيتلوش ده اسمه ايه؟ ده اسمه تجاهل. الذكاءات المتعددة 8 أنواع. النمو اللغوي بيكون سريع في الطفولة المبكرة. التقويم التكويني ده بيكون أثناء العملية التعليمية. الحصيلة اللغوية دي بتيجي كتير. الحصيلة اللغوية لطفل 6 سنوات تبقى 5000 كلمة، وسنة كلمة، وسنتين 50 كلمة، و5 سنوات 3000 كلمة، في الطفولة المتأخرة 27000 كلمة. طيب السؤال ده مهم برضو. نظرية بتعتمد على الملاحظة هي النظرية الاجتماعية. أنواع العقاب سلبي وإيجابي، والاتنين ضمن تعديل السلوك. أوزبل هو صاحب نظرية التعلم ذو المعنى وهو تبع النظرية المعرفية. سكينر صاحب التعلم المبرمج أو التعلم الإجرائي. أنواع الإرشاد بيجي كتير في الامتحان وأتمنى أنتوا تعرفوه. تعريف الفروق الفردية أنا نسيت أكتبهم. وبرضو دي مواضيع كانت جاية في التربوي، كان جايب التقويم والقياس أكيد. المنوال، وبيسأل عن المقاييس النسبي والفتري، وسؤال عن التعزيز الإيجابي والقياس والتقويم المحك والمعياري، وأنواع الكذب والأهداف الوجدانية مهمة جدا. وطبعا مراحل النمو عند إريكسون وبياجي. نيجي بقى للتخصص. يعني التخصص فيه أسئلة كتير النهاردة. جزيرة مستقلة في آسيا، وأنا مكنتش متأكد من الإجابة دي بس هي غالبا هتبقى جزيرة تايوان. الغلاف الجوي بيحيط بالكرة الأرضية دائري ولا عمودي؟ دائري. اتصالات نابليون كانت عبارة عن إيه؟ وطبعا هو كان مكتوبة في التسريبات اتصالات كتابية. جبال البحر الأحمر اتكونت في أنهي زمن؟ دي أنا جاوبتها في الفيديو اللي فاتت منه انتوا تشوفوه، اللي هو بتاع 5/8. قبيلة أولاد علي فين؟ هي في مصر وبتسكن في المحافظات الآتية: مطروح والإسكندرية والبحيرة والجيزة والفيوم والغربية والشرقية. الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في إنتاج الأخشاب. معركة الذاب 132 هجريا 750 ميلاديا بين الأمويين والعباسيين، ونتائجها إسقاط الخلافة الأموية وإعلان قيام الدولة العباسية. ونهر الذاب ده بالمناسبة واحد رافد نهر دجلة. مناخ البحر المتوسط ينتهي عند مدينة إيه في مصر؟ عند مدينة طنطا. معاهدة بين الدولة العثمانية وروسيا. أنا لما بحثت لقيت معاهدتين. المعاهدة الأولى لما الدولتين كانوا بيحاربوا بعض من 1181 ل 1187 هجريا. دي المعاهدة دي كانت الأولانية. طيب في معاهدة تانية كانت اسمها أنقار أسكيلاسي في 8 يوليو 1833، ودي كانت معاهدة دفاع مشترك. أنا كتبت المعاهدتين اعرفوهم لأن أنا لما بحثت لقيت المعاهدتين دول. أعلى شلالات العالم شلالات الأنجل في فنزويلا. أقدم وأعمق بحيرة هي بيكال. وادي الباطن موجود في السعودية والكويت والعراق. نسبة الماء في القارة القطبية الجنوبية 70% من المياه العذبة في العالم، ونسبة الجليد 90% من جليد العالم. أدنى شلالات الكونغو يا ألانجا. أين توجد جبال سنجار تقع على الحدود السورية العراقية. أولى الدول في إنتاج النيكل إندونيسيا. دولة لا يتساوى فيها الليل والنهار. يعني لما بحثت فيها لقيت ان هي دولة لا تقع على خط الاستواء، وكان النهارده جايب اختيارات البرازيل ولا كينيا ولا الهند ولا اندونيسيا، فهي غالبا هتبقى الهند. صلح ميان بين انجلترا وفرنسا عام 1802.
كان جايب أسئلة عن دولة عمان والسعودية، وكان جايب برضه أسئلة عن لبنان والأردن، وأنا شارح بالمناسبة عمان والسعودية على القناة هنا. محمد علي أنشأ هيئة قضائية عرفت باسم جمعية الحقانية عام 1842. نابليون فرض ضريبة 2% على المصريين لتمويل الحملة الفرنسية. ملك من ملوك الدولة الوسطى عتل الدولة قوتها هو منحتب الثاني. معركة زامة عام 202 قبل الميلاد بين روما والقرطاجيين. أحمد بن طولون بنى مدينة القطائع. مصر أعطت للسودان حق تقرير المصير بعد ثورة يوليو 1952. صح. العاصمة السياسية والاقتصادية لمصر القديمة هي ستاوي. من أي جهة تأتي الرياح؟ وطبعا السؤال ما كانش مفسر يعني فين بالظبط، لكن شوية معلومات كده عن الرياح. هي تتحرك الرياح على المستوى العالمي في أنماط معينة بناء على خطوط العرض بسبب دوران الأرض والاختلاف في التعرض للشمس، لكن في المناطق الاستوائية وخطوط العرض المنخفضة بتأتي من الشرق للغرب. في خطوط العرض الوسطى لأمريكا وأوروبا وآسيا تأتي من الغرب للشرق، العكس. ولكن الرياح بقى في مصر شمالية أو شمالية غربية. كان في سؤال عن الحرب 7 سنوات ومش واضح هو عايز ايه بالظبط، لكن هي كانت بين بروسيا والنمسا للسيطرة على ألمانيا، وبعد كده شاركت فيها معظم دول أوروبا. يعني هي كانت زي حرب عالمية مصغرة كده. علم الهيدرولوجيا وعلم دراسة المياه. الحد الشرقي لمصر يمثل طابة والعريش، صح ولا خطأ؟ هو المفروض طابة ورفح. غينيا الجديدة في قارة أوقيانوسيا. ينقسم التركيب الكيميائي هيكل الأرض لثلاث طبقات هما اللب والوشاح والقشرة، لكن التركيب الميكانيكي للأرض 5 طبقات هما اللب الداخلي واللب الخارجي والوشاح والغلاف الجو والغلاف الصخري. نواة الأرض تتكون من حديد 85% حديد و10% نيكل، و5% دول كانوا يعتبروا عنصر مفقود، لكن بعض العلماء قالوا إنه العنصر المفقود اللي هو 5% دول السيليكون. نواة الأرض عبارة عن قرى قطراء 1200 كيلومتر. معركة قرطاج هي معركة وقعت في 74 هجريا 698 بين الدولة الأموية والإمبراطورية البيزنطية في مدينة قرطاج في أفريقيا، وانتهت بفوز الأمويين على البيزنطيين. أنشأ محمد علي مجلس التجارة عام 1920. هنا مراحل تطور النهر مهمة. مرحلة شباب اللي هي نحت رأسي وبيكون فيها شلالات. مرحلة النضج دي بيكون النحت جانبي. مرحلة الشيخوخة اللي هي اللي بيكون فيها الإرسال. جبل ريدزوري يلتقي مع جبال مارغريتا. الموقع الفلكي لأفريقيا 17 غربا 51 شرقا. الموقع الفلكي لنهر النيل 4 جنوبا 31.5 شمالا. تربة فرنسا صفراء. مساحة البرازيل نصف مساحة أمريكا الجنوبية. منظمة تساعد على التنمية الصناعية اليونيدو. علاقة علي بك الكبير بمحمد بك أبو الدهب علاقة وفاء خيانة طبعا معروفة. المعلومات العامة. محور هشام عرفات ده كانت سنة 2024 في الصعيد، والمحاور مهمة والغدد برضو مهمة، أتمنى أنتوا تعرفوها، أنا نزلتها في الجروب. المحاور والغدد مهمين جدا، والصوامع برضو مهمة، أنا نزلتها برضو في الجروب. العصارة الصفراوية طبعا هنا وجاب حاجات تحس انها خاصة بعلوم شوية، ولكن جات النهاردة لبعض زمايلنا. العصارة الصفراوية تفرز في الكبد وتخزن في المرارة. اتمنى يعني لو حد دكتور ولا حاجة يأكد لنا المعلومة دي عشان ما نبقاش بنهبد وخلاص يعني. النبات بيقاوم الأمراض والحشرات لأنه بيفرز مادة، أنا طبعا حاولت أبحث عنها ولكن ما وصلتش لإجابة محددة يعني. مشروع الكوارتز ده موجود في العين السخنة عام 2023 وفي مصنع في 6 أكتوبر. محور محمد سيد طنطاوي في سوهاج 2024. الميناء الجاف موجود في أكتوبر وافتتح 2023. محور فؤاد أبو ذكري في الإسكندرية 2022. محور سمير فرج 2024 في شمال الأقصر. السادات ولد في المنوفية ودفن في مدينة نصر في القاهرة، وتوفي في أكتوبر 1981.
التجارة الإلكترونية كانت سنة كام؟ يعني دي معرفتش أوصل لإجابة محددة، وبرضه مكانش في وقت إن أنا أقعد أبحث عن الإجابة دي. تاريخ استرداد طابة عام 1988، وتم رفع العلم في مارس 1989. نهر، طبعا دي تبع التخصص لكن الورقة جت بعد المعلومات العامة، مش مشكلة. نهر سانت لورنس يتجه نحو الشرق، انفصلت مدغشقر والهند في العصر الترياسي. بحر الغزال تربطه طينية فيضية اللي هي تشرنوزم. أكبر أودية اليمن هو وادي حضرموت. وادي في شرق السعودية، طبعا في شرق السعودية في أودية، في كذا وادي يعني، وما اعرفش جالهم ايه في الاختيارات، لكن في وادي سرحان، وادي الباطن، وادي عرعر. وبالمناسبة أنا شارح السعودية وقايل فيها أهم الأودية والجبال والتضاريس وكل حاجة موجودة في الفيديو. جزيرة صقلية دي أكبر جزيرة في البحر المتوسط. الولايات المتحدة دولة فيدرالية. كان للمرأة دور في عهد مين؟ في عهد سليم الأول. تتشابه حادثة فاشودة مع اغتيال السرلستاك. مناخ البحر المتوسط ينتهي فين في إيطاليا؟ طبعا أنا مش متأكد من الإجابة دي، ولكن هي عند مدينة تورينو أو ميلانو. تكوينات منبجمة في الزمن الثاني. سقوط غرناطة 1492 في الأندلس. الحدود الجنوبية للوطن العربي بتمر بها دائرة الاستواء، صح. أعلى جبال في أفريقيا كليمنجارو. أين تقع الغدة القذرية فوق الكليتين؟ طبعا الغدد مهمة، تعرف مواقعها وتعرف هي بتفرز ايه. سفينة وادي الملوك دي موجودة في ميناء الإسكندرية 2023. مصنع إعادة تدوير المخلفات في تونة الجبل في المنيا 2023. مصنع الهيدروجين 2021. هل جسم الإنسان فيه بلاستيدات خضراء؟ طبعا صح. حاسب آلي. أصغر وحدة قياس في الحاسب هي البت. أنا مش عارف المنطقة صح ولا لأ. المسؤول عن تخزين البيانات هو القرص الصلب. الرمز القرد الحلزوني اللي هو العلامة عاملة زي حرف الإي بالإنجليزي كده. رمز العنكبوت اللي هو الشباك ده. رمز الماكرو MC، امتداد الوورد اللي هو DOCX، امتداد الإكسل XIS. طبعا اللغة العربية كان فيها حاجات يعني بسيطة، أنا زميلنا لما بيطلعوا بيقولوا الامتحان جه منه همزة وصل، همزة مش عارف قطع، التمييز، ما بيقولوش أسئلة محددة يعني. طبعا في السؤالين دول اللي هو يعملون فين الفاعل. الفاعل ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر. حروف العطف، وكان جايب كذا حاجة في الاختيارات وبيقول لك طلع منهم حرف العطف، فدول هم حروف العطف: الواو وأو وثم وفاء ولا ولكن وأم وحتى وبل. دول كده تسريبات النهاردة، وركزوا على جيولوجيا وعلى الأزمنة الجيولوجية اللي هي في أولى ثانوي، مهمة جدا. وفينا برضو بعض الأسئلة برضو في الجيولوجيا أنا ما كتبتهاش في الملف، اللي هي ظهور الإنسان في الهولوسين، انشار البرمائيات في العصر البرمي، بداية الحشرات كانت في الديفوني، بداية النباتات الخضراء في الأردوفيشي، انتشار الطيور كان في الميوسين، انقراض الديناصورات كان في أواخر الطباشيري وفي البليوسين. دول كده تسريبات النهاردة. أتمنى لو استفدتوا من التسريبات دي وفيديو تفتكروني بدعوة حلوة.